العديد من بلدان الخليج العربي سيول وفيضانات غزيرة الثلاثاء تسببت في سقوط ضحايا تحديدا في سلطنة عمان، والتي أعلنت وفاة نحو 18 شخصا بينهم أطفال، إضافة إلى الانهيارات الأرضية، ما دفع بعض الدول إلى تعليق الدراسة والعمل. البداية كانت مع دولة الإمارات، والتي أعلنت استمرار تعليق العمل في المدارس واعتماد نظام الدراسة عن بعد يوم الأربعاء. كما أعلن مطار دبي الدولي إنه سيقوم مؤقتا بتحويل الرحلات القادمة المقرر وصولها مساء الثلاثاء حتى تتحسن الظروف الجوية السيئة عنه. وكان مطار دبي قد أوقف حركة الملاحة الجوية لفترة وجيزة بسبب العاصفة القوية التي تتعرض لها المدينة، محذرا من فيضانات كبيرة على الطرق المؤدية إليه، مضيفا أن التوقعات تشير إلى استمرار حالة الطقس غير المستقرة حتى صباح الأربعاء. وقال المطار في بيان إن إدارة المطار تعمل بشكل وثيق مع فرق الاستجابة وشركاء الخدمة لاستعادة العمليات الطبيعية والحد من أي تأخير محتمل.